شحال صعيبة تبع القلب ديالك في الاختيارات ديالو، ولكن اللي صعب هو أن هادوك الاختيارات يا إما غادي يهنيوك ولا غادي يفنيوك. السلام عليكم الناس الخير، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن حال يا رب. مرحبا بكم في قناتي، قناة ناش ستوري، قناة ديال القصص اللي كلها عبرة واستفادة لكل الناس. تنرحب بالناس الجداد وشكرا بزاف لأوفياء القناة اللي تتبعوني وتدعموني بالتعليقات ديالهم ولي لايك ديالهم. تتقول صاحبة القصة: قبل ما نبدا نقول لكم القصة ديالي، بغيت نطلب منكم واحد الطلب لكل واحد تصنت القصة حتى الاخر. بغيت منكم تعاونوني بشي حل ولا اقتراح لهاد المشكلة اللي غادي تصنتوا ليها، اللي تعاني منها واحد الشخص اللي قريب ليا بزاف، اللي هو خويا. غنهضر لكم شوية على العائلة ديالنا وكيفاش تربينا. كنا 2 البنات و3 الخوت ولاد. كنا تنعيش واحد الحياة مستقرة نسبيا. الاب ديالنا كان تاجر بسيط والام كانت ربة بيت. كنا قراب بزاف للام ديالنا بحكم كانت في الدار في اغلبية الوقت معانا وتنشاركو معاها كاع اللحظات ديال حياتنا. كانت مكلفة بكل شيء، حيت الاب ديالنا كان تعرف غير يجيب الفلوس باش نعيشو ونصرفو. كانت الام ديالنا حنينة ونادرا تسمع منها شي كلام خايب، او الا درنا شي غلط تغوت علينا زعما ولا تضربنا ولا تصرف معنا شي تصرف اللي صعيب شويه وقاصح. كانت التربيه ديالها هادئه وزوينه، رباتنا على احترام الناس خصوصا اللي كبر منا وعلى الصبر في جميع الظروف. وكل ما نزيدو تنكبرو كانت ديما الام ديالنا مساندانا وداعمانا في كل مراحل الحياه ديالنا. كل واحد فينا مشى يكمل حياته، حنا البنات تزوجنا وكل وحده ولات عندها عائله صغيره. خوتي الولاد تزوجوا 2 وواحد باقي تيكمل الدراسه ديالو. الصغير فينا كنا الحمد لله تزوجنا زواجات مزيانه ومستقره، ولكن للاسف كان واحد من هادوك خوتي اللي تزوجوا تاني تيعاني في صمت بسبب الزوجه ديالو. في الاول ما كانش واضح والو، ولكن كان الوضع تيزيد ويصعب مع الأعوام. كان زواجو ماشي تقليدي زعما، كان عن حب وكان من النظرة الأولى، حيت الطريقة والمدة باش تزوجو كانت سريعة بزاف. يعني تعرفوا على بعضياتهم وتعلقوا ببعضياتهم وقرروا أنهم يتزوجوا من بعد. دابا غادي نعاود لكم كيفاش خويا تلاقى بالزوجة ديالو وكيفاش هذا الموضوع تطور تا ولا زواج. كانت الام ديالنا في كل عطلة الصيف تتفق هي والاب ديالي انه هو يبقى في الدار، ما كانش يمشي معنا، وكانت تهزنا كاملين. ديك الساعه كانت تقريبا انا والاخت ديالي باقي تنقراو، وكانوا خوتي اكثريه يعني هادوك 2 تيكملوا الدراسه ديالهم. كاين اللي عنده الجامعيه وكاين اللي واحد اللي عنده دراسه ديال التكوين، تخصص ديال الخدمه ديالو. اما الثالث كان باقي صغير. ديك الساعه كنا تمشيو عند جدة وكنا تما تنتجمعوا أكثرية العائلة كاملة، خوالاتي تيجيبوا وليداتهم وتنتجمعوا تما ناشطين تندوزو سويعة زوينة. كل عام كان هذا هو يعني الوقت اللي تندوزو، هذه العطلة اللي كنا تندوزو. وطول هذيك العطلة كنت نلاحظ واحد الملاحظة اللي ما عمرني لاحظتها في العطل اللي سبق، هو أن خويا اللي عنده الدراسة ديال الخدمة ماشي الاخر اللي في الجامعة، كنت نلاحظوا انه كنت مشيت عند واحد خالتي اللي كانت الدار ديالها تقريبا في الحومه فين كاينه دار جده، كانت قريبه ليها. كان ديما تيمشي عندها وبعض المرات كاع تيبات عندها. كنت نقولوا راك حيت كاين وليدات تما قراب ليه شويه في العمر وتيرتاح معاهم، معليش يعني نهار على نهار ما بقاش كاع تيجلس معنا بزاف، ولا تيعجبو يمشي عند خالتي ما بقاش تيبعد منا. ممكن يتغدى عندها، ممكن يفطر عندها، يعني أغلبية الوقت عندها. حتى لواحد النهار تيجي عند الأم ديالي وتقول لها: بغيتك تخطبي ليا، راه لقيت البنت اللي بغيت نتزوج بها. الأم ديالي بالصدمة صحابها هي تضحك، قالت لي: واه إن شاء الله داوات تدير علاش بعدا وخدام. قال لي: أنا راه تنهضر معاك بصح، الدرية راه كاينة وهي اللي بغيت وهي اللي عادي تخطبي ليا، صافي أنا قررت.
الأم ديالي هاديك اللحظة عرفات القضية أنها فيها المعقول ماشي تضحك ولا شي حاجة. قالت لي: أنت دابا راه باقي يلاه تقرا ويلاه مكون راسك، يعني ما عندكش حتى باش تهز راسك، وأصلا أنت حنا اللي تنصرفو عليك وتنعاونوك. قال لها: أنا المهم هادشي اللي البنت راه بغيت نتزوج بها، راه إلا ما تزوجتش بها أنا راه كاين اللي غادي ياخدها وغادي نصدق أنا ضايع. ايوا منين دارت فيه الام ديالو وقالت ليه: شوف، هضره وحده باك ما كاينش، هذا ماشي الموضوع، الوقت ديالو خلي تما نهضروا. طلع ليه الدم وتقلق ونفخ واحد النفخه. شافت الام ديالي ان القضيه ترونت والعطله ديالها ترونت، ولات شاده معاه الخاطر باش يتسلك الامور وتقدر ترجعو معاها لا يصدق طاج ولا طاريه شي حاجه. قالت لي: غادي تجيني دابا نشوف هاد البنت. قال ليها: راه كاينه حدا خالتي. شكون هاد خالتك؟ قال ليها: خالتي اللي ساكنه هنا اللي حدا جده. قالت لي: ياه واخا، وكيفاش تعرفتي عليها؟ قال ليها: راه كنت جالسه انا وخالتي هكا ووليداتها وتجي عندها مره تجي تطلع عليها هكا، حيت هذوك الجيران كاينين حداها. جالسين تنجبدو الهضره وهداك الشيء، تزيد تبكي: مالكي من مالكي؟ قالت لي: راه جاوني شي ناس بيخطبوني وانا ما باغاش وما حاملاش وبيبزوا عليا العائله ديالي وانا ما بغيتش نتزوج. وانا نضحك معاها قلت ليها: شوفي، انا اللي غادي ناخدك وانا اللي غادي نتزوج بك. صافي خالتي عجبها الحال وشكرتها ليا وقالت لي: راه بنت الله عمرها دار ومسكينه يتيمه ميته ليها الام ديالها وما عندها حد. الام ديالي بقات هي تشوف ما عرفت باش تبلات، وتا اختها حتى هي زادت كملت عليها، كان عليها تشاور معاه هي الاولى عاد دير هذا الموضوع. ولكن دابا كما تيقولوا الفاس وقعت في الراس، يعني الدري صافي لصق لصقه بغا هذيك البنت، ما بقاش تيتفاهم وما بقاش بغا يتناقش معانا كاع، قال لك منها نخلق. ايوا هي هذيك دارت ليه خاطر وقالت ليه: واخا غنمشيو دابا نوجدو راسنا ونمشيو نشوفوها. مشات عند خالتي، عيطات للبنت، شافتها هضرات معاها تتبان دريويشه على قد الحال. شرحت لها الام ديالي الظروف ديال خويا كاملين، بانه ما خدامش وانه باقي في مرحله ديال التكوين، ومن بعد التكوين عاد بيتخرج وعاد بيشوف على شحال بدا يتخلص. وهي تقول لها: شوفي خالتي، انا نعيش معاكم في عشه وناكل معاكم الخبز وانا نصبر معاه حتى هو كان يوجد راسو ويكون قاد. الام ديالي ما بقى عندها ما يتقال، قالت ليها: ايوا ندير الله خير، حنا خاصنا نهضروا مع مول الدار باش حتى هو يكون عارف كل شيء ونشوفوا الامور كيفاش بتمشي. حنا غنساليو هاد العطله وغنمشيو للدار وان شاء الله الله يدير اللي فيها الخير. ايوا سالت العطله ورجعنا للدار، وخويا هذيك الفتره كامله اللي بقى ولا الام ديالي تتقول: يا ربي متى تسالي العطله ديالو باش يمشي في حالته للمدينه اللي تيقرا فيها حيت طيب ليها قلبها. كل شويه: امتى نمشيو نخطبوا هذيك البنت؟ واش نسيتيني؟ راه غادي يطيروها ليا، راه انا البنت بغيتها. هلكها بقات مسكينه ما عرفت اش تقول. حتى مشات جلست مع الاب ديالي وخدات الوقت يعني المناسب باش تناقش هي وياه. شرحت ليه كل شيء، وخا هو الصراحه تعصب وقال لها ماشي وقت الزواج هذا، والدري باقي كاع ما تخرج، اش هاد الزربه بيزرب على راسو، وراه يطيش ديال الدراري ونزوه ولا والو. هضر معاه والو فراسو، قال ليه: صافي هذيك منها نخلق، الا ما زوجتونيش راه نمشي نتزوج من موراكم، واخا شنو ندير غادي نتزوج انا وياها، المهم غادي ناخدها. ايوا ما بقاو ما يديروا منين تزيرهم هذيك التزيره. قالوا ليه: دابا هي سير انت، سير في حالتك كمل قرايتك وغادي نشوفوا ان شاء الله شي عطله باش نمشيو نخطبوها. ايوا داكشي اللي كان. ايوا مشى في حالاتو لقرايتو. تقريبا داز 15 يوم في هذاك الشهر. تتعيط الام ديالي قال لها: شوفي، انا راه خديت شي ايامات من المدرسه، راه نجي تقضي لي الغرض ونرجع في حالاتي. اين غرض؟ واه الغرض ديال الزواج، واش نسيتوني؟ قالت ليه: صافي واخا يجي دابا يدير الله خير. جا ولات الام ديالي مسكينه تتجري وتعاود وتشري داكشي اللي قاد باش يمشيو يخطبوا البنت وداكشي. ولاو قدوا الامور، مشاو داروا الخطبه اللي كانوا داروها عند واحد، يعني تما عند هذوك الناس اللي كانت تنزل عندهم اللي تيجيوها. كان تقريبا يمكن خالتها هكاك ولا مرات خالها كانت تجي عندهم تما. حيت هي المشكل ديالها اللي عرفنا من بعد هو ان الاب ديالها منين مات الام ديالها تزوج، والزوجه ديالو كانت صعيبه معاها
وما قدراش تعيش معاها، ولات حياتها كلها يا إما عند خالتها الأخرى ولا خوالها، يعني ما مستقراش في دار وحدة. داكشي علاش يعني عزّت على الأم ديالي وقالت نديرو خير في هاد البنية هادي نستروها وتولي بحال بنياتي وتعيش معانا حتى ربي يسهّل على راجلها. إيوا دازت الخطبة، العرسان كانوا فرحانين، كلشي فرحان، خويا ارتاح صافي بحال اللي تقول هاذيك ولات محسوبة عليه، داز كلشي هو هداك، صافي قررنا أنه من بعد تا يكمّل يعني يشد العطلة اللي تكون شوية منفسة باش نجيو ونديرو العقد وديك الساعة نشوفو شنو نديرو من بعد، وداك الشي اللي كان. صافي دوزنا واحد النهار ورجعنا في حالاتنا باش حتى هو يمشي يشوف قرايتو لا يرون حياتو على قبل هاد الزواج. مشى في حالاتو، دازت يعني الشهورا تقريبا تا وصلت واحد العطلة عندهم في النص ديال الموسم الدراسي وجا، مشينا تاني وجدنا أمورنا وجد راسو هو علمنا الناس وقدينا الوريقات ديالو وداك الشي ومشى باش يطيح العقد. صافي درنا واحد الوعيدة خفيفة بين العائلات، كانت حاضرة جداتي خوالاتي العب ديالي يعني حتى هي من أفراد العائلة ديالها، المهم على قد الحال تجمع داكشي البركة ودارو ليها واحد الوعيدة خفيفة. وما كانش حاضر للأسف، ما كانش حاضر الأب ديالها اللي ما عرفناش علاش، يعني الخال ديالها هو اللي تكلف بكل شي، قلنا يمكن الأب ديالها ما بغاش ولا ما علمناش من الأول، ولكن ما عرفناش شنو السبب اللي خلاه ما يحضرش لواحد الفرحة ديال بنتو الوحيدة. إيوا في اللحظة فاش بينا نمشيو في حالاتنا يعني صافي يطيحوا العقد وداك الشي، قلنا حنا في راسنا راه بيديروا ليها شي عرس ولا شي حاجة باش ديك الساعة كيما العادات في المغرب يجيبوا العروسة بحويجاتها وداك الشي، تادا نتفاجئوا أن البنت تتقول لينا راه غنمشي معاكم، تتقول لها الأم ديالي كيفاش بنيتي واش ما غاديش ديروا شي حاجة؟ قالت ليها أنا نقول لك الصراحة راه أنا ما عندي حتى حد وحتى حد ما يدير ليا شي حاجة، أنا هاد البوليزة ديالي فيها حويجاتي قلال غادي نهزها وغادي نمشي معاكم، ما تخليونيش هنا، صافي أنا دابا وليت مني فيكم، فين ما مشيت غادي ننعس ونصبر معاكم حتى وكان راجلي يسهل عليه الله ويبدا الخطبة ديالو. الأم ديالي ما عرفت ما دير، خويا ما قداتو فرحة، قال لها واخا غير زيدي. بقينا حنا تنشوفو تلفة بينا الدنيا، ما موجدين ليها بيتها ما موجدين لها بلايصتها ما والو، ما بقينا عرفناش نديرو، قلنا صافي راه هادي راه مرت ولدنا ما يمكنش تقولنا راه بغيت نمشي معاكم ونخليوها زعما مورانا. صافي ديناها معانا دخلت للدار، الصراحة هي في الأول كانت ظريفة بزاف وتتصرف معنا مزيان وتتقول لماما ولا تتقول لها أمي ولا يعني معتبراها الأم ديالها وتشد ليها الخاطر، الأم تا هي ديالي ولات داخلة ليها لقلبها، يعني كانت الأمور مزيانة وكلشي هو هداك. من بعد ما دوز معانا خويا شي أيام صافي قالت لي الأم ديالي دابا ركّز في قرايتك وركّز في أمورك، راه دابا ولات عندك مسؤولية، سير باش إن شاء الله تكمّل أمورك وتخرّج وتخدم والله يسهّل عليك نتا ومرتك. صافي مشى في حالاتو وبقات هي معانا، بقات تنعس بوحدها، واحد النهار اقترح عليها الأم ديالي تولي تنعس معانا في البيت ديالنا أنا وختي، تنعسو هكا عادي تنضحكو تا تيدينا النعاس. حتى لواحد النهار تتفاجئنا أنها تتقلب على شي راديو، كان عندنا واحد الراديو ديال الأب ديالي كان شاريه ولكن ما تيخدموش بزاف، قلت ليها ها هو علاش بغيتيه؟ قالت لي راه واحد البرنامج تنتصنت ليه كل ليلة، عزيز عليا نتصنت ليه وبغيت الراديو نعود نتصنت ليه تيديني النعاس. قلت لها مع اش هاد البرنامج؟ قالت لي تيبدا مع 12 الليل. انا غير سمعت 12 الليل وانا تنقول أو حنا عندنا القراية كي غنديرو حنا يطلق الراديو وحنا ناعسين؟ قلت ماشي مشكل عادي ديني النعاس. الليلة الأولى حاولت نصبر، الليلة الثانية الليلة الثالثة وبقيت هكاك سيمانة تنقول دابا تنعس الشيطان والو. حتى لواحد النهار قلت ليها شوفي اختي راه انا دابا تنقرا واختي حتى هي تتقرا وعندنا امتحانات، ما يمكنش نبقاو ناعسين وتنسمعوا الراديو، الا بغيتي تصنتي لي نجيب لك انا ليكوتور هكا ديرهم في ودنيك وتصنتي. وما تصورش ردة الفعل ديالها اللي صدماتني، قالت لي دابا حتى دابا ما يبقاش فيك الحال هادي، نهز راديويا ومشي لبيتي نرجع ليه، وهزاتو وصابت ومشات، وبقيت تنشوف تنقول ماشي مشكل يمكن الطريقة ديال الهضرة ديالي ما عجباتهاش ولا شي حاجة، صافي خليها على راحتها. داز عام تقريبا، يعني داز العام عادي تتصرف معانا عادي تنتعاونو في الشقا ناكلو مجموعين
ضاحكين ناشطين، ما كانت حتى شي علامات تتبين أنها فيها شي حاجة ولا حاسة بشي حاجة. كنا حتى حنا شادين لها الخاطر حيت ما كانش خويا، تنقولوا راه أمانة عندنا بلا ما نقلقوها ولا نديرو فيها شي حاجة. حتى تيجي خويا يعني فهاديك العطلة ديال لخر العام، وكان فرحان وجاي متشوق يشوف المرا ديالو ويشوفنا. جا فرحنا بيه، استقبلاتو، خرجوا نيت هذيك العشية، خرجوا مجموعين، عطاتو الأم ديالي باش يشري ليها شي حويجات، دخلوا ناشطين بخير. دوز هذيك العطلة ديالو بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجة اللي تعطينا الشك بتوقع شي حاجة. حتى قرب النهار اللي بيمشي فيه قبل تقريبا بيومين، تنتفاجئوا بشي غوات تنسمعوه في البيت ديال خويا. تتجي الام ديالي تتلقى انها تتبكي وشاده في خويا، تتقول ليه ما تمشيش. تتقول ليه كيفاش مالك ياك ما كاين باس؟ قالت لها قولي لولدك ما يمشيش وما يخلينيش هنا، يديني معاه. قالت لها دابا راه ما كاينش فين يديك، دابا نتيا باقا معانا هي تيكون راسو والله يسهل عليكم. قالت لها لا، غادي ياخذوه ليا، غادي يطيروه ليا، ما غاديش يبقى ديالي، غادي يجيو يتفارق معايا. قالت لها يا لاله الله يهديك، هادشي ما كاين والو، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء غادي يكون هو هذاك. انا نضمن لك ها هو بيمشي يكمل هي القرايه ديالو وغادي نجي ان شاء الله ويتخرج وحنا نكريو لكم فين تعيشوا وتستقروا. والو هي تتبكي بزز باش سكتناها وبزز باش هدناها حتى دازت هذيك الليله بسلام. ايوا الغد ليه السيده باينه عليها انها اقتنعت بالهضره ديال الام ديالي. ضاحكين ناشطين، وجدت راجلها حويجاتو، بقينا نتا ناشطين تنجمعوا مع بعضياتنا هكا. جا تقريبا النهار اللي بيمشي فيه خويا، مشى تسلمت معاه، الله يعاون الله يعاون. الامور كانت على احسن ما يرام، ما كاين حتى شي حاجه. داز تقريبا 3 ايام من بعد ما مشى خويا، وهنا عادي تصيبنا واحد الصدمه اللي ما عمرنا حسبنا ليها الحساب. هو الام ديالي تتلاحظ ان مرت خويا ما نضش كما يعني في الوقت المحدد ليها، كما تنوضوا كاملين. مشات تدق عليها، تتعيط والو ما كاينش، ما تتجاوبش. حاولت تعيط والو، دخلت لقاتها عيانه ناعسه، قاستها لقاتها العافيه شاعله فيها ديال السخانه. مالكين قالت لها مريضه وتتهلوس بسميت خويا. جيبوه ليا فينا هو، غبرتوه خبيتوه، تتحاموا عليا، تتكذبوا عليا، ديتو ليا راجلي، بغيتي تخليوني بلاش، غادي تردوني في حالاتي. تتقول لها الام ديالي وانا علاش الشيطان؟ هادشي راه هي تهيؤات ديالك، راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. عيطات لي وقالت لي انت غادي تجلسي معاها تقابليها لا دير شي حاجه وانا نمشي نوجد ليها شي حاجه تشربها باش تحيد ليها هاد السخانه. مشات الام ديالي وجدت ليها وجابتو ليها تشربو، وبقينا معاها تصوروا هذيك الليله كامله. بقات معها الام ديالي سهرانه مقابلاها، لا دير في راسها شي حاجه ولا تضرب راسها ولا شي ما عرفتش، حنا مابقينا عرفنا شنو نتوقعوا منها. بقات هكاك معاها حتى صباح الصباح. بقات تقريبا 4 ايام على هاد نفس الحال، حتى بدات تتحسن حالتها، هبطت لها الحراره، وهنا بدات تدوز لينا النيفو كتر، ولات جالسه في القنت وتتبقى تشوف فينا شي شوفات، ولات تتبان بحال اللي مصوطي لها العقل ولا بدات ما عرفش، بحال اللي بدات تتحماق، تتبقى تشوف فينا هكا بنص عين وتخنزر فينا. نسولوها ما تجاوبناش، نقول ليها مالكي ما تجاوبناش، ولينا تنقول يا ربي السلامه، مال هاد السيده اش واقع ليها؟ ولا تمشي تخشى في بيتها وتسد عليها. المهم ولينا عايشين واحد المرحله ديال العذاب والمراقبه، وهذا الشيء كامل ما كان سايق ليه الاب ديالي، حيت الا ساق الخبار بيمرض وبيتعصب علينا وبيشبعنا حنا بعدا هضره، حيت حنا السبب في هذا الشيء كامل. بيقول لينا السرعه ديالكم هي اللي خلاتكم تطيحوا في هذا الشيء. المهم بقينا مسلكين معها دقه دقه والو. الامور ولات غاديه وتتكفاس لدرجه انها مبقات تقدر تاكل، وبقات تقدر دير حتى شي حاجه. ولات الام ديالي هي اللي مكلفه بها، وفين ما يسول الاب ديالي مالها تتقول لي راهي مريضه فيها شي وجع ولا شي حاجه باش ما تكبرش الموضوع. ملي شافت الام ديالي الامور غاديه تخرج على السيطره، قالت من الاحسن انها تعيط للاخ ديالي اللي هو راجلها، تقول ليه كل شيء باش يعرف، ما تعرفي وقع ليها شي حاجه ولا دير شي حاجه في راسها ويولي يعاتبني يقول لنا علاش ما قلتوش ليا. داكشي اللي قالت لي عادي تشوف شي وقيت وعادي تجي باش تشوف مرتك
وديك الساعة تجي ونقول لك كلشي. اللحظة فاش جا خويا ما عرف راسو باش تبلا، خلى المراه في بحال لقاها في حال اخر. تيسولنا شنو واقع، ما عرفنا حنا اصلا اش نقولوا ليه. قلنا ليه صبحات عيانه وهذا الشيء غادي وتيتفس عندها، ما عرفناها شنو واقع ليها وشنو ضرها، والتهيؤات ديالها اللي تتقول انك راه بغيتي تبعد عليها، وحنا ما عرفناش هذا الشيء منين جاها اصلا وعلاش تتحس بحال هكا. خويا داخت بيه الارض، ما عارف باش تبلا، ما عارف شنو يقول وما عارف شنو يدير، خصوصا من الوالد ساق الخبار وبقى تيعاتب فيه. قال لي شتي ها السرعه ديالك اش تدير، راه زواج ليلى تدبير عام، راه خاصك تعرف مع من وخاصك تقلب وتسول، ماشي يجي وتزوج وما تخليش القلب ديالك يتحكم لك في العقل ديالك. هو بديك التلفه وقال لي صافي انا غادي نتكلف بهذا الشيء وغادي نحاول ندي هذا الطبيب، واخا هو راه ما عنده لا صالير لا والو، يعني الام ديالي هي اللي باغا تعرف كيفاش تكاشي. وداك الشيء اللي كان داو هاد الطبيب الاول الطبيب الثاني والو، ما كاينش شي تحسن. تيقول لهم صدمه نفسيه، مناش الله اعلم اش واقع ليها ما عرفت. السيده كانت صحه وسلام تا ولات هكا، ما كاين لا ضغط نفسي لا مشاكل لا حتى شي حاجه. رجعناها للدار وبقات على ديك الحاله، ما عرفنا ما نديرو. لواحد النهار اللي نهار خويا وزاد تيبكي، ما عرف راسو شنو بيدير، ما عرفش اش هاد الشيء اللي وقع ليه. تيقول لام ديالي تيقول لها انا صافي هاد الزواج ما بقى عندي ما ندير به، انا غادي نطلقها وتمشي لدارهم، انا راه اللي فيا كافيني، ما بقيت قرايتي مكركز فيها، ما بقيت مرتاح في حتى شي حاجه. ديك اللحظة تدور في الأم ديالي تتقول لي شوف البنت إلا وقع ليها هادشي حنا غادي نحتضنوها حتى تولي بخير، ماشي صافي مرضات نقولوا ليها الله يعاون وتطلقها، غادي تصبر معاها حتى تولي بخير، ما تقول لي لا نصيفتها لا حتى شي حاجه. وحتى دابا سير رجع في حالتك لقرايتك وخليني انا غادي نتكلف بها حتى تولي ان شاء الله بخير وتوقف على رجليها. ايوا واش نعاود لكم، ولات الدار بحال اللي نازله عليها شي غيمه كحله، اش منك يغوات اش منك يبكى، كل مره مرونين معاها. ولات تقريبا فاقده الاهليه، ولات الام ديالي تقضي ليها كل شيء، يعني واحد العذاب واحد التماره. الاب ديالي ولا ديما تيجبد الصداع مع الام ديالي، تقول ليها بسببك وقع هادشي، بسبب تصارتك وبسبب انك مشيتي مع ولدك يعني في هذاك الشيء اللي بغا، كون زيرتيه وكون فهمتيه ما غاديش يطيح في هادشي، وحتى نتيا ما غاديش تعذبي بحال هكا وتبداي دايره هاد التماره في راسك، تتبقى تبرد ما حيلتها لهنا ما حيلتها لهنا، ولا طايحه في واحد الامور اللي هي براسها ما عرفتش كيفاش طاحت ليهم، ولات ندمات علاش مشات كاع في هذيك العطله كون ما وقع داك الشيء كامل. وبقات الام ديالي معاها هكاك الايام الشهور تيدوزو حتى ولات تقدر تنوض وولات تاكل، ولات حالتها بعدا شويه، ولات تهضر معانا واخا تهضري بشويه ولكن احسن من الاول بزاف. ديك الساعه قررت الام ديالي انها ديها لدار خالتي اللي كانت تعرف عليها تما. قالت لها غادي تمشي ما حد كيعزيز عليك هذيك اختي، غتمشي تما تجلسي عندها واحد الفتره وانا غادي نجي نديك منها تبدلي شويه الجو. هي قالت لها واخا ماشي مشكل. داكشي اللي كان داتها وشرحت لخالتي كلشي وجلست معها هادوك الايامات باش منها ترتاح شويه تشم شويه الهواء يعني تبدل شويه الجو. وداك الشيء سبحان الله العظيم نيت اللي وقع. بواحد الفتره قصيره اللي جلست عند خالتي تعيط خالتي للام ديالي قالت لها راه فلانه قالت لكم اجيو ديوها راه صافي توحشت الدار عندكم. صافي جبناها السيده ولات عادي نورمال تتهضر تضحك، هي الا عاودتي لها على داكشي اللي درت تقول لك ما عاقله على والو ما مفكره حتى شي حاجه. قلنا صافي منين ولات بخير وصحيحتها بخير هذاك هو المهم، بلا ما نرجعوا لها الماضي ولا نفكروها بشي حاجه. وداز تقريبا عام ونص الحمد لله خويا تخرج ويعني تعين ولا خدام وتخلص اول خلصه، جا فرح بينا درنا حفيله صغيره عليه ولا مرتو، كان فرحان حتى مرتو انها ولات بخير وعلى خير ورجعت الحمد لله الامور بخير. يعني ما بقيناش لنا منها حتى شي مشكل ولا شي، حتى دوك التهيؤات ديالها وداكشي اللي كانت تشوف ما بقاتش الحمد لله تتعاني منه، يعني ولات الامور بخير. وحتى الام ديالي كانت مرتاحه وفرحانه منين ولا كلشي هو هذاك. صافي منين تعيّن وبدا الخدمة وداك الشي دازت واحد الفترة وهو قرر أنه بكري دويرة ويجي ياخد مرتو. حتى الأم ديالي شجعاتو قالت لي من الأحسن مرتك تكون معاك وتكونوا مجموعين وداك الشي باش حتى نتايا تلقى اللي يقابلك واللي يطيب لك الماكلة وتونسوا مع بعضياتكم. صافي
وكان هذاك آخر نهار منين وجدنا لها أمورها وقدينا لها شغلها، كان هذاك آخر نهار اللي تعيش معنا فيه ولا نشوفوها. مني مشاو كانوا تيجلسوا واحد الفترة تجي هكا مناسبات العيد تيجيو عندنا عادي يدوزو معنا العيد نفرحو مجموعين نرتاحو. غير هو ولدات الولد الأول من بعد تبعاتو واحد البنية ولات وحدة أخرى، تبدلات واحد التبديلة اللي حنا صدماتنا فيها. كانوا تيجيو يدوزو عندنا العيد بعض المرات وكنا طلحنا أنها ولات شوية صعيبة في الكاركتير ديالها، ولات هي تصوت ما مرتاحاش، تجلس هي واحد شويه تقول ليه بغيت نمشي بحالاتي، تخنقت، مريضة، ما قادراش على هادشي، ما قادراش على التمارة. خويا هي شاد مع الخاطر وحتى حنا تنقول ليه ماشي مشكل خليها على خاطرها. حتى وصل الامر انه ولا خويا ما بقاش تيجي يدوز معنا العيد، العيد الاول العيد الثاني هكاك، حتى لدرجه صافي ولفنا ما بقاش يدوز معنا العيد، تندوزو العيد مع خويا الاخر اللي مزوج وخويا الصغير اللي كاين معانا، وحنا هكا بعض المرات الا جينا في ثاني عيد ولا ثالث عيد. يعني الام ديالي ولات تتسائل علاش ولدي ما بقاش تيجي عندي، تا وليداتو ولا نادرا فاش تنشوفوهم ولا تيجيو. إلا كاع هو قرر أنه يجي ولا سمحات ليه كما تنقولوا تجي يجي، تيجلس بحال اللي جالس عليه العسة حاضياه ومخلوع كلشي ترعد، تيبات هذيك الليلة وتيمشي تيجري ديك الساعة لدارو والتليفون ما تيزقاش، وكانت هي اللي تتصل به اشنو داير فين جالس اشنو واقع فين مشيتي فين جيتي، يعني تيجلس مسكين وما مرتاحش وما هاني. ايوا واحد العام هداها الله وتجي تعيد معانا قلنا شي حاجه وقعت، جابت وليداتها وجالسين ناشطين بخير، تا جبدات المشاكل مع مرت خويا الاخر، نوضت تصدع على حاجه تافهه اللي بين الوليدات الصغار، اش ما هادي هضره تجيب هضره تجي هضره تا ولاو المشاكل ولاو الخوت تا هما مغاوتين، صافي ترونات لينا العائله وترونات لينا حياتنا. خوتي بيد ما كانوا خوت وتيبغيو بعضياتهم ولات العداوه بيناتهم وواحد ما تيبغي الاخر وواحد تيمشي في جهه مرته، يعني عائلتنا وليت تنشوفها تتشتت وتتفرتت، والام ديالي مسكينه تتشوف وما عارفه ما دير، وعارفه ان هادشي سببه هذيك السيده دخلت لينا بحال السوسه اللي ما قدرناش نحيدوها من حياتنا. عام على عام فين ما نعيط للام ديالي نسولها، وفاش تنسولها على خويا تتبقى تشكى ليا من مرت خويا بانها ولات قويه وتبدلات لواحد الدرجه كبيره، من ديك الدرويشه ولات لواحد الطاغيه ما عجبها والو، ولات حابسه ولادها علينا، وخويا بزز باش تيجي، وإلا جا بزز يجي يشوف الام ديالي ويمشي تيطير يرجع في حالته لدارو. تتبقى تشكى عليا الام تشكى مسكينه تزيد تبكي، واخا راه كانت ولدها تيبقى فيها وما عارفاش داكشي باش تبلات، وتتقول انا سببه في هادشي، كان بيفك راسو وبيعتق راسو من هاد الزواج حيت ربي بين ليه العلامه، ولكن انا حيت حنيت حلفت عليه انه ما يتفارقش معاها، اما كنت تفارق معاه كنت دابا ولدي باقي شابعه منه وتنشوف فيه وباقي فرحانين كما كنا في الاول. ولات معيشه مسكين في العذاب، كل مره مريضه كل مره دراها شي حاجه، كاع الاختصاصات الطبيه مشات ليهم، فلوسو تقريبا كلهم خسرين عليهم، لدرجه انه بزز باش تعطي شي حاجه للام ديالي ولا الاب ديالي باش يتعاونوا على الزمان. ولات حالته حالة العدو، شبع كريديات وجمع مشاكل لدرجة والليلة جلس وإلا تصادفنا معاه هكا في الدار عند الوالدة تيبقى جالس ويهضر بوحدو ويحرك في راسو بحال شي حمق، ولينا تنقولو يا ربي السلامة خويا صافي شي نهار عادي يمشي ليه شي عرق من راسو ولا عادي يعني تزقل ليه شي حاجة وولي مسطيش يدور في الزناقي، ولا من شاب حيوي وضحوكي الواحد انطوائي وشابع مشاكل وهموم، من نهار عقلنا عليه وهو في المشاكل وفي الهموم. وهذا الشيء راه لدابا معذبنا ومعذب الام ديالي اللي فين ما نجبدو السيره ديالو تتبقى تبكي وتحسر، تتبكي لواحد الدرجه اللي كبيره حيت ما سوقرات ما دير لولدها، تتشوفو تتعذب قدامها ولكن ما عندها جهد ليه، كاين فات الفوت ما عندها ما دير. هذا كتاب يعني كتاب ديال خويا كتبو عليه الله ما بقى ما يتصلح، دابا ولينا تنحسو به مع الفترات الاخرى ولا باغي تفك، ولكن المشكله وليداتو عزازين عليه وما بغاش يخرج عليهم وما بغاش يدمر ليهم
النفسية ديالهم. داكشي علاش قرر يصبر معاها ويحتسب الأمر ديالو لله، عل وعسى ربي يهديها وتشوف من حال هداك الرجل حال هادوك الوليدات اللي معيشاهم في العذاب يعني واحد الهم فهاديك الدار بحال شي غمامة، ما تمشي عند حد وما تجي عند شي حد، وقاطعة العلاقات وعايشة بوحدها بحال شي غراب. اش بان لكم في هاد القصة اللي انا صراحة لماتني فاش سمعتها، خصوصا ان الحل ديالها صعيب وصعيب بزاف، خصوصا ان فيها واحد يعني ابرياء اللي هما الوليدات اللي ما ليهم حتى شي ذنب في هاد العلاقة هادي. تنتمنى كما قالت صاحبة القصة انكم الا عندكم شي اقتراح ولا شي حلول ولا شي حاجة هي باش تعاونوها نفسيا اللي تقراها وتبرد عليها شوية داك الهم اللي تيعيشو خوها، ما تنسوش تحطوها في التعليقات. وتنتمنى اي واحد عنده شي هم ولا شي ابتلاء تيعيشو، تنتمنى ان ربي يفرجو عليه في القريب العاجل. والاهم من هذا الشيء سير هي بالنية وما عمرك تخاف، ربي عادي يفرج عليك الهم، عادي يفرجو عليك في القريب العاجل. وهذاك الطرف الاخر اذا كان داير معاك كيما تنقولوا طحاميات وتيكذب عليك، ربي عادي يجازيه وعادي ينتقم منه اشر الانتقام. إلا وصلتوا لحتى هاد المرحلة تنشكركم بزاف حيت كملتوا القصة حتى الاخر وعلى التتبع والوفاء ديالكم. وإلا كنتو جداد وباقي ما اشتركتوش، ما فيها باس إلا اشتركتوا وضغطوا على داك زر الاشتراك وفعلتوا الجرس وضغطوا على اللايك، وإلا كان ممكن وبفضل منكم انكم تزيدوا واحد التعليق اللي تيبين انكم عجبتكم القصة ولو باقتراح ولا غير قليب. تنتمنى نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله وفي ساعة جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.